تخيل معايا يوتيوبر مغربي كيدخل القصر مهجور في وسط الجبال في بني ملال، وبالصدفة كيلقى كنز فرعوني ذهب مخططات وزئبق احمر. واش حنا في فيلم ولا فعلا كاين شي سر خطير مخبي؟ القصة ولات حديث الساعة. بالنسنس واحد من اشهر اليوتيوبرز المغاربة المختصين في داكشي ديال المغامرات، مهم كيدير شي حوايج اللي حنا كنا متفقين انهم ماشي عاديين. تلقاه ديما داير فيديو في الغابة، في الكهوف، مهم شي بلايص اللي ميمكنش شي واحد عادي غيدير في ديك البلاصة فيديوهات. وهاد المرة جاي لينا بواحد الفيديو انه لقى كنز فرعوني في واحد القصر مهجور. القصة بدات في واحد القصر في بني ملال، قصر قديم مهجور، مهم حتى واحد ما ساكن فيه، وتيقول بالنسنس انه كان ديال شي جنرال قديم. كيدخل داك القصر وبدا يحفر. اول حاجة استعمل جهاز كشف المعادن في الحيوط. المهم الجهاز في داك الحيط بقى كيعطي السينيال بانه كاينه شي حاجه تما، هو يعرف ديك البلاصه، علم عليها وبدا كيحفر. الصراحه والله ترى حماق، راه بقى تحفر الصوت ديال الحفر كيعطي الصوت مجهد، وتخاف بانه يجيك شي واحد ولا يجيك شي قيد ولا شي حاجه راه تقدر تدخل فيها الحبس. وفجاه ملي بقى كيحفر قال بانه لقى شي قله تما كاين فيها اشياء اللي هي خطير. مني جبد القله هنا فين كانت المفاجاه، قطع ذهبيه الشكل ديالها غريب، مخطوطات كيبانوا محفورين باللغه الفرعونيه، ماده كيقول انها الزئبق الاحمر. الفيديو داز في كل بلاصه وكلشي كيتساءل نفس السؤال، واش بصح ولا غير افلام؟ كاين اللي كيقول بانه الذهب فرعوني بحال كانوا كيخدموا فيه، ولكن جاب الذهب الفرعوني في بني ملال. وكاين اللي تيقولوا اليوم لقى الكنز، غدا غادي نلقاو الفراعنه كيعيشوا معانا. المهم كل واحد شنو تيقول، كاين اللي متيق كاين اللي ما متيقش، كاين اللي تيقول بانه داير هادشي فيلم باش يجيب الفيوز، ولكن هو اصلا راه عنده الفيوز، لا زعما غادي يدير بحال هكاك. وعلاش بالضبط خلى حتى مشى لدبي ودار راسو تماكين باش لح الفيديو؟ لانه قال بانه الفيديو ماشي مصور غدابه، باقي مصور شي شهرين ولا 3 شهور قبل. وكاين اللي كيسول الا شي مواطن لقى الكنز في شي بلاصه في المغرب واش يقدر يحتفظ به؟ حسب القانون اي كنز تلقى في الاراضي ديال الدوله، اي في الاراضي المغربيه بصفه عامه، كيترجع للحكومه. يعني الا بصح لقى الذهب الفرعوني خاصو يبلغ، ماشي يصور ويقول الذهب راه ديالي. واللي كنسول عليه انا براسي هو واش الذهب ديال الفرعونيين كاين في المغرب؟ كلشي المواقع بداو كيكتبوا بالنسنس يزعم العثور على كنز فرعوني في بني ملال، هل هو اكتشاف تاريخي ام خدعه لجلب المشاهدات؟ حتى صفحات في الفيسبوك في التيك توك كلشي كيدوي على هادشي، يعني بالضبط هادشي حديث الساعه. ولكن انا تفرجت في الفيديو مني بدا كيحفر، علاش ما بينش لقطه بلقطه؟ هو بين تخرج القله باش بان الفيديو، يعني ما كانش كيبين هو مني كان كيخرجها وداك الشيء. انا الصراحه جاتني هادشي في شكل، هو الصراحه يديه تجرحات مني كان تيضرب ديك المطرقه. انا الصراحه ما عرفتش واش سنين هو كيدير هاد المحتوى في اليوتيوب، ما عاد دابا شي عامل ولا ما عاد شي عام. ما كانش كيبان زعما راه تيكذب ولا كيدير الفيديوهات كيف ما هما الصراحه، وكيخاطر بحياته وهادشي كامل. يعني هادشي اللي كان كيبان ليا فيه بانه شخص ماشي طبيعي باش نكونوا متفقين. ولا جينا نشوفوا عاوتاني راه ماشي اجي وخرج الكنز، ما متيقاش 100% وما مكذباش 100%، يعني كاين شي حاجه اللي هي كتقول سي بيزار الصراحه، الله اعلم. ولكن دابا غتلقى كلشي كيقلب عليه في دبي، واكثر دوك المشهورين، دوك الدراري المشهورين اللي عايشين تماكين، المهم كلشي غيكون تيقلب عليه وداكشي تماكين الله يدوروا ليه بداك الكنز، الله اعلم. ولكن لا كان هادشي على قبل المشاهدات فهادشي غيجبد لي الصداع، لانه هادشي غيدخلوا فيه اكيد الدوله وكيفاش لقيتي الكنز في المغرب وفي ديك البلاصه، غيوقعوا لي بزاف المشاكل الا كان هادشي كذوب ماشي بصح. وحتى لا كان بصح اكيد غيوقعوا لي مشاكل، ماشي اجي ولقى الكنز في ديك البلاصه وغادي تاخذو غتمشي تعيش به عادي. المهم قولوا لي الراي ديالكم. المهم الفيديو ديالو فيه بزاف د الحوايج اللي ما مفهوماش بين اللقطه واللقطه، اكيد كيوقف وكيعاود يصور، ما بينش التفاصيل كامله، يعني ما خاص الفيديو يكون فيه السوايع والسوايع. الا بغيتو يبين لكم التفاصيل كامله كيفاش لقى داكشي وكيفاش حفر بدون توقف، يعني الفيديو غادي يجي طويل بزاف. قولوا لي في التعاليق واش تقتو به ولا جاكم هادشي غير فيلم، بما حنا في المغرب راه كثروا الافلام بزاف.